التفاؤل. أنا اتخلقت عشان أنشر السعادة. يمكن في حياتي أنا بجد شفت ناس كتير جدا عندها كل حاجة، ناس معاها فلوس لكن تعيسة، ناس عندها شهرة لكن تعيسة، ناس في بوزيشنز عالية جدا لكن تعيسة. لكن بجد كنت بحس إن في صوت جوايا بيقولي إن الحياة بجد جيت عشان إحنا نكون ناس سعدة ورايقين ومبسوطين جدا في حياتنا وبنحقق كل حاجة جميلة. قبل ما اكلم كلامي ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير عشان نقدر ننشر التفاؤل ما بين اكبر قدر من الناس. كانت نظرتي للحياة مختلفة. كنت من وانا طفل كان المدرس كان يسأل مثلا واحد، يقول له انت عايز تشتغل ايه اما تكبر؟ واحد يقول له انا كنت عايز اطلع مهندس، واحد يقول له انا عايز اطلع دكتور. انا كنت بقول انا عايز اكون انسان مبسوط وسعيد في حياتي وانشر السعادة. شفت في حياتي ناس كتير للحزن بجد تفاهم، ناس سابوا نفسهم للألم، للحزن، للغضب، وبسبب كده جالهم أمراض وحاجات سيئة جدا وفقدوا صحتهم. شفت ناس في حياتي كان بسبب اهتمامهم المبالغ فيه في الشغل وعدم اهتمامهم بنفسهم برضو فقدوا صحتهم وبقوا أشخاص تعساء. شفت ناس بسبب عدم اهتمامهم بالرياضة وبصحتهم فقدوا سعادتهم وفقدوا كل شيء. عشان كده انا عامل قناة تانية، استمتع بوزنك وانت استمتع بالرياضة وانت وزنك زايد. وعندي قناة اللي هي فلوجات مبهجة، هبقى هسيبها لكم ان شاء الله بإذن الله في الوصف. فيعني من وانا صغير كنت بحس ان ليه كل الناس، كان عندي اسئلة كتيرة بقول لي كل الناس تعيسة كده. هل معقولة احنا جينا في الحياة عشان نبقى مبسوطين لمجرد لحظات ومجرد دقايق، لكن سنين وسنين وسنين من عمرنا بنعيشها تواسة؟ فمن جوايا كنت بحس ان في حاجة غلط، لحد ما بعد كده اشكر ربنا دخلت كليتي كانت علم النفس والسيكولوجي، درست النفس الإنسانية وفهمت أسرار النفس الإنسانية إيه. بعد كده أخدت كورسات تنمية بشرية، كأن أنا ماشي في طريق كده اللي هو إيه، أنت المفروض تتعلم حاجات كتيرة عشان تعلم الناس السعادة. ملخص كل اللي أنا مريت بيه عايز أقولك إن أنت بجد، أيوة أنت، يا اللي أنت بتسمعني، يا اللي أنت غارق في أحزانك، يا اللي أنت طول الوقت عندك تفكير مفرط، يا اللي أنت شايل هم بكرة، يا اللي أنت يمكن عندك العيد دلوقتي ومش قادر تستمتع ومش قادر تكون سعيد. أنا عايز أقولك إن أنت تستحق السعادة، أنت تستحق كل حاجة جميلة في الحياة. تخيل كده بجد ان في حد بيحبك قوي جابلك حاجة هدية قيمة وانت رفضتها، يبقى انت كده صح ولا غلط؟ انت غلط. فالحياة دي طبعا والله المثل الأعلى، يعني استغفر الله العظيم، الحياة دي هي نعمة وهدية كبيرة جدا من رب العالمين جابها لك. خلالك الشمس عشان تستمتع بجمالها، خلالك القمر عشان تستمتع بجماله، خلالك الشجر. امتى آخر مرة خرجت ولمست الشجر، لمست كده ايه ورقة الشجر وحسيت وحسيت بورقة الشجر وحسيت ان انت سعيد؟ امتى اخر مرة بصيت للقمر واستمتعت بيه وحسيت بجماله؟ امتى اخر مرة انت وانت ماشي كده حسيت يعني ان الشمس تيجي وتلمسك كده وتحس بجمال الشمس؟ الكون كله عبارة عن رقصة سعادة، وانت اللي بتختار اللحن السعيد اللي فيها. لو انت بصيت لكل الكائنات اللي حواليك، مش حاجة اسمها مثلا ايه عصفورة مثلا بتكتئب او طائر بيكتئب او كلب بيكتئب، الا الانسان. لان احنا بقينا محبوسين جوه الافكار السلبية والمشاعر السلبية. درب عقلك طول الوقت على ان انت تفكر بطريقة ايجابية جميلة، وان انت تبص للحياة
اعتبر الحياة دي او اعتبر يعني بص للحياة للجانب الحلو اللي فيها، ما تبصش للجانب السيء. لما تشوف الناس اللي حواليك ما تشوفش عيوبهم، شوف مميزاتهم، امنحهم الحب، امتدح الناس، قول لحد كلمة طيبة، طبطب على قلب حد. صدقني ساعتها بس هتعرف انت مين الحقيقي، وهتلاقي السعادة. السعادة اللي لو انت ملكت كل شيء في الحياة، لكن انت بداخلك ما كانش جواك الحب، ما كانش جواك العطاء، ما كانش جواك التسامح، ما كانش جواك الإحساس، ما كانش جواك الرحمة، ما كانش جواك الإنسانية، مش هتحصل عليها. صدقني، من الحاجات اللي أنا اتعلمتها فعلا إن السعادة في العطاء. بمقدار ما أنت بتعطي بتكون سعيد، مقدار ما أنت بتحب بتكون سعيد، مقدار ما أنت بتسامح بتكون سعيد. وأول حب هو حبك لإلهك، وبعد كده نفسك. عامل نفسك بطريقة لطيفة، حس دايما بقيمة نفسك بس بدون غرور أو أو طريقة سلبية، يعني بدون تكبر أو كده. وحب الناس. كلامي ده مش مجرد كلام ولا شعارات، الحب ده بيفرز هرمون الأكسيتوسين اللي هو هرمون السعادة. العطاء، والعطاء ده بيفرز هرمون الأكسيتوسين وهرمون الدوبامين اللي بيساعدوا على السعادة. هرمونات دول هرمونات السعادة، تتخيلوا؟ يعني كلامي مش بس كلام انه كلام مرسل او كلام كده، لا ده كلام علمي يا جماعة. الحب هو السعادة، ومقدار ما انت بتسعد كل حد حواليك، مقدار ما انت بتشوف الدنيا حلوة قوي، ومقدار بجد ما انت بتكون سعيد ومستمتع ورايق. وقتها بس هيبقى كل يوم انت بتعيشه هو ولادة جديدة، وسعادة جديدة، واستمتاع وروقان جديد. ليه؟ لأن انت بجد عرفت السر اللي هو ايه في العطاء. انت اعطي دايما الناس اللي حواليك حب، اعطي دايما الناس اللي حواليك حنان، اعطي دايما الناس اللي حواليك سعادة. ودرب عقلك دايما عن الإحساس بالجمال. ايه إحساس بالجمال؟ أيوة، ما تشوفش حواليك غير في الناس اللي حواليك غير جمالهم بس، ما تشوفش عيوبهم، شوف مميزاتهم. ودي على فكرة الطريقة اللي هتخليك فعلا سعيد، وهتكون فعلا انت يعني مشاعرك فيها روقان واستمتاع وكل شيء جميل. ما تضيعش حياتك في الحزن، ما تضيعش حياتك في النكد، ما تضيعش حياتك في اي حاجة سلبية. اختار دايما ان انت تتبع قلبك، لان صدقني القلب ده فيه مخلوق، يعني القلب ده عنده علم كبير جدا يمكن مش موجود في الكتب. ودي على فكرة يعني دراسات أكدت كده، أنا كنت قرأتها. الناس اللي بيتبعوا قلبهم دايما بيكونوا عندهم سعادة أكتر، عندهم راحة أكتر. عيش دايما بالإنسانية، عيش دايما بالحب. ملكش دعوة بالناس اللي حواليك، سواء الناس دول كانوا سلبيين حاقدين عملت معاهم كويس وهم ما كانوش كويسين معاك. ملكش دعوة بكل الناس دي. انت بتعمل كده عشان انت يعني اخلاقك الكويسة وقلبك الطيب. فبغض النظر انت بتعمل كده، اي حاجة خير انت بتعملها بترجع لك انت، حتى مش لو مش من نفس الاشخاص. امنح الناس الحب، امنح الناس الكلمة الجميلة الطيبة، امنح الناس السعادة. هتلاقي السعادة هتجيلك أضعاف أضعاف، والخير والمسرات والنعم بتحوطك في كل مكان.
كنت مبسوط جدًا إن أنا معاك، باتمنى لك كل حاجة حلوة وسعادة وروقان واستمتاع، وباتمنى لك كل حاجة جميلة، كل سنة وأنت طيب، ما تنساش اللايك، الشير، سبسكرايب عشان نقدر ننشر التفاؤل في كل مكان. باحبك جدًا.